الله تعالى وبركاته. سيداتي اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير تسطيلة بالدجاج، كتجي لذيذة ورائعة جدا. كنحتاجو دجاجة من حجم 2 كيلو، هنايا استعملت الدجاجة فيها 2 كيلو. هنا الدجاج ديالنا راه مغسول ومنقي ووضعنا عليه الحامض، وكنحتاجو في التوابل قزبور ومعدنوس مقطعين، 2 اعواد من القرفة، كنحتاجو 4 الفصوص من الثوم اللي حكيتهم، ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الكركم او الخرقوم، ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود ابزار، وملعقه صغيره من سكنجبير. وكنحتاجو 9 بيضات، كنحتاجو نصف كيلو من اللوز، وكنحتاجو كيلو من البصل مقطع على هذا الشكل كما كتلاحظوا، قطع مربعات صغيره. وكنحتاجو ايضا الاوراق البسطيله اللي سبق لي قدمتهم لكم، غتلقاو الرابط اسفل الفيديو. اذا سيداتي كناخذوا شي اناء بهذا الشكل هذا، وكنوضعوا فيه ديك التتبيله ديالنا، عندنا الكركم والملح والثوم، قزبر ومعدنوس، الفلفل الاسود، سكنجبير، نزولوا عواد القرفه، نستعملوهم مليح. اذا سيداتي كناخذوا هذيك التتبيله اللي عندنا، كنضيفوا عليها القليل من الماء. هنا عندنا الماء نصف كاس تقريبا، ونخلطوا هذيك التتبيله ديالنا جيدا. وكناخذوا الدجاج ديالنا وكنتبلوه جيدا بهذه الطريقه هذه. هنا راه فهاد التتبيله انا ما وضعتش الحامض، لانني الدجاج ديالو رقدته في الحامض من قبل مده ساعتين، وضعته في الحامض مده ساعتين عاد بديت كنتبل فيه. اذا سيداتي مباشره من بعد ما كنتبلو كنوضعوه في طنجره الضغط ديالنا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا من بعد ما شرملنا الدجاج ديالنا وضعنا ليه التوابل ديالو جيدا، ديك التتبيله اللي شاطت لينا غنضيفوها عليه من الفوق، وغنضيفوا عليه نصف كاس من زيت المائده، نسيت ما ذكرتهاش مع المقادير، وغنشحروه مزيان. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا راه حنا وضعنا طنجره الضغط ديالنا فوق النار، خلينا الدجاج ديالنا كيتشحر، قلبوه بهذا الشكل هذا حتى نشحروه جيدا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا من بعد ما قلينا الدجاج ديالنا وشحرناه جيدا، شوفوا الشكل ديالو كيف كيجي. كنوضعوا الجهه ديال الصدر هي اللي كتكون في الاسفل، هنا راه الجهه ديال الصدر هي اللي كتكون في الاسفل. الان غنضيفوا عليه البصل ديالنا، نضيفوا هذاك البصل اللي قطعناه مربعات صغيره. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا حنا ضفنا البصل ديالنا. الان غادي نضيفوا الماء، غنضيفوا 1 لتر ديال الماء او ايترو لاروب ديال الماء، غير يتغطى لينا داك اللحم ديالنا. هنا راه ايترو لاروب ديال الماء راه كفاتني، يكفي قد الشكل هذا. سيداتي الان غنضيفوا دوك 2 اعواد القرفه اللي عندنا الجانب بهذا الشكل، وغادي نسدوا على طنجره الضغط ديالنا، وما نساوش نوضعوا عليها الصفاره ديالها، ونخليوها طيب لمده 25 دقيقه، ومن بعد ندوزو باش نطلعوا عليها. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا راه اللوز ديالنا وضعناه في كاسرون. هنا استعملت انا نص كيلو ديال اللوز، يمكنكم تحكموا في الكميه كيف ما بغيتوا. نضيفوا عليه الماء وغنربطوه فوق النار حتى يتسلق. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا هكا كيصبح اللوز ديالنا من بعد ما كنسلقوه، كنصفيوه من الماء، وراه كتحيد القشره ديالو بكل سهوله بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا هكا كيصبح. الان غادي ندوزو باش نقليوه. اذا سيداتي هذه هي طنجره الضغط ديالنا، من بعد ما دازت عليها 25 دقيقه صفرت، طفينا عليها وخليناها تبقات مده ربع ساعه اخرى. والان غادي نحيدو الدجاج ديالنا لانه طاب صافي يكفيه، غنحيدوه. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا حنا راه زولنا الدجاج ديالنا من المرق. الان غادي نخليو المرق ديالنا حتى ينشف، يبقى يطبخ على هذا الشكل على نار مهيله حتى ينشف. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا حنا راه زولنا الدجاج ديالنا وخليناه حتى برد، وكنحيدوا هاد القشره هذه كنحيدوها وكنحيدوا العظام،
وكناخذوا غير لحم الدجاج بهذا الشكل وكنديروا ليه بحال هكا، نقطعوه، كنحيدوا القشره وكنحيدوا ايضا العظام، ما كنخليوهمش. بهذه الطريقه هذه كنديروا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا كنحصلوا على لحم الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا ديك المريقه اللي عندنا راه صفيناها. هذه عندنا البصله كنديروها بحال هكا حتى كتصفى لينا هذه المرقه هذه كيف ما كتلاحظوا. وهذه المرقه هي اللي كنوضعوا فيها البيض، غنردوها في طنجره الضغط حتى تنشف مزيان وغنديروا عليها البيض. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا هكا كيصبح المرق ديالنا من بعد ما كنخليوه كينشفوا كيتضغمر هكا كيولي الشكل ديالو. الان غادي ندوزو باش نضيفوا عليه البيض. الان سيداتي غادي نضيفوا البيض ديالنا، غادي نخفقوه اولا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا كنخفقوا البيض ديالنا جيدا بهذا الشكل هذا وكنضيفوه على المرق ديالنا وكنضيفوا عليه معلقه من القرفه ومعلقه من سكر كلاصي. اذا سيداتي غنضيفوا السكر مع القرفه بهذا الشكل هذا والان غنضيفوا هذاك البيض وحنا تنحركوه، كنضيفوه وحنا تنحركوه. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا كنبقاو نحركوه حتى كيولي البيض ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، راه نشف وطاب كما كتلاحظوا هكا كيصبح الشكل ديالو. اذا سيداتي هذاك البصل اللي صفيناه كنضيفوه على الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا وكنخلطوهم. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا ها هو اللوز ديالنا راه موجود، حنا قليناه ومن بعد ما قليناه طحناه في الشكل هذا لوز مهرمش. هذا البيض ديالنا حتى هو راه موجود كيف ما كتلاحظوا معايا، والدجاج ديالنا ايضا من بعد ما نقيناه راه ضفنا عليه هذيك البصله باش تدغمر لينا اللحم. والان اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا كناخذوا صينيه ديال الفرن. اذا اول حاجه سيداتي الاوراق ديال البصله اللي غادي نخدموا بهم كندهنوهم بالزبده مذوبه بهذا الشكل. كندهنوا ديك الكميه ديال الاوراق اللي غادي نخدموا بها كامله كندهنوها، كنوجدوها من قبل عاد كنبداو نعمروا البسطيله ديالنا. كندهنوها من الوجهين ديالها بجوج كندهنوهم. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا كنوضعوا واحد الورقه في الاسفل بهذا الشكل هذا، والورقات الاخرى كنجيو كنستفوهم بهذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا معايا كنوضعوهم بهذا الشكل هذا من طبيعه الحال من بعد ما كندهنوهم بالزبده ضروري. كنكملوا الدائره بالاوراق بهذا الشكل حتى كنكملوا الدائره على الصينيه ديالنا بالكامل. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا كتشوفوا الدوره ديالها كيف كتجي، كندوروها كامله على الصينيه ديالنا وكندوزو باش نعمروها. اذا سيداتي كنوضعوا هذاك الدجاج اللي خلطناه مع البصل ديالنا هو اول حاجه. كنضيفوا البيض اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا من بعد ما كنقادوا هذاك الدجاج ديالنا والبيض على هذا الشكل هذا كناخذوا اللوز ديالنا وكنوضعوه من الفوق. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا كنوزعوا عليه هذاك اللوز من الفوق. بالنسبه اللي كيحب القرفه انا غنوضع واحد رشيشه ديال القرفه بهذا الشكل هذا. بالنسبه اللي بيوضع السكر كلاصي حتى هو يوضعو، انا ما غاديش نديرو. اذا سيداتي كنغطيو البسطيله ديالنا بواحد الورقه من الفوق بهذا الشكل، عاد كنبداو نلفو وكنسدوها. كندهنو بالزبده اولا بهذه الطريقه هذه وكنبداو كنسدو في الورقه ديالنا بهذا الشكل هذا.
اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا كندهنوا بالزبده وحنا تنلفوا بهذا الشكل هذا. اذا سيداتي كيف ما تلاحظوا كنغطيوها بالكامل وكنضغطوا عليها بهذا الشكل هذا باش تشد لينا هذيك الورقه بالزبده، وكنجيبوا ورقه وكنغطيوها من الفوق وكندهنوها وكنغطيوها بواحد الورقه من الفوق. دائما البلاصه اللي خشينه كتكون حرشه هي اللي كنديروها من الداخل، والبلاصه اللي كتكون رطبه هي اللي كنديروها من الفوق. دائما هذه القاعده في الورقه ديال البسطيله دائما نستعملوها بهذه الطريقه. اذا سيداتي البسطيله ديالنا اصبحت واجده، راه دهناها من الزبده من الفوق، والان غادي ندخلوها للفرن ساخن. سيداتي هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للبسطيله ديالنا، راه كتجي رائعه ولذيذه جدا. كنتمنى انكم تجربوها، وللمزيد من الوصفات اشتركوا معنا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.